قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تسير على الطريق الصحيح رغم التحديات التي تواجهها، مشددا على ضرورة التحلي بالثقة والأمل في غد أفضل ومستقبل مشرق. وخلال حضوره فعاليات الاحتفال بعيد الأمن بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، أشار السيسي إلى أن الجهود الإيجابية المبذولة في العديد من الاتجاهات ستؤتي ثمارها لتحقيق آمال وطموحات المصريين. إصدار قانون لتنظيم البحث العلمي ووضع استراتيجية مصرية للبحث العلمي تربط الخطط البحثية بأهداف واضحة وتسهم في الارتقاء بالبحث العلمي كما وكيفا. استراتيجية ترتكز على محاور أساسية وتدعم التوجهات الوطنية. استراتيجية تؤكد على أهمية البحث العلمي التطبيقي وتنفيذه، وتبتكر الحلول العلمية والواقعية للمشكلات والعقبات التي تعترض العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والخاص والمجتمع بشكل كامل. وفي هذا الإطار أدعو مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين لتبني سياسة الاستثمار في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، كما أن علينا إيجاد وسائل للتنسيق بين هذه المؤسسات العلمية والبحثية وبين المؤسسات الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق التطور التكنولوجي. فأشد ما تعاني منه مصر ويعاني منه العلماء والباحثون أن تظل نتائج البحوث حبيسة الأدراج، وأن تبقى المؤسسات الإنتاجية بمعزل عنها مكتفية بأساليب صناعية عتيقة أو لاهثة وراء تكنولوجيا مستوردة. وهذا ما نريد أن نتعاون جميعا على تغييره.